السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا تتفرجوا على قناه موري كروشيه. كل سنه وانتوا طيبين. خلصنا رمضان والعيد وعايزين بقى نبتدي نشتغل ونظبط الدنيا كده، فحبيت اعمل لكم فيديو نتكلم فيه ازاي كده نظبط دنيتنا بعد العيد وبعد الاجازه وبعد الكحك والبسكوت. انا بحب دايما يكون بعد الاجازه وبعد الاعياد يكون في دايما نصايح كده نبتدي بيها الفترة اللي احنا داخلين عليها عشان نقدر نشتغل وننتج اكتر. فحبيت ده يكون اول فيديو بعد العيد، وان شاء الله الفيديوهات اللي جاية يكون بقى فيها شغل كروشيه. حابة بس اقول لكم على خبر جديد قبل ما نبدأ في النصايح، وهو ان انا ابتديت افتح الاشتراك في استشارات، او ان انا اكون معاكي كمنتور يساعدك في الطريق، في من خلال ان انت لو عايزة تسألي على تفاصيل في شغلك، نصايح لشغلك، نصايح للحياة عموما. فده بناء على طلبكم، لان اتبعتلي كتير في المسجات واتبعتلي كتير على اليوتيوب اسئله كتير. طبعا صعب جدا ان انا ارد على كل واحد لوحده، فتقدري دلوقتي تبعتي على البيدج، هقولك كل التفاصيل، هترد عليكي المساعده بتاعتي هتقولك كل التفاصيل. وبيكون اللقاء من خلال زوم ميتنج، بيكون خلال ساعه، وفي باقات تقدري تشتركي فيها حسب ما تحبي. واتمنى ان شاء الله يكون ده فرصه حلوه ليكم ان انتوا تتشجعوا، ويكون في منتور معاكم بيساعدكم ان انتوا تتطوروا وتكونوا احسن. كلنا بنحتاج في حياتنا منتور يساعدنا ويكون معانا ويدينا نصايح نكمل بيها، او يشجعنا عموما علشان نقدر نكمل الطريق. نرجع بقى لموضوع الفيديو بتاعنا ونشوف ازاي هنبتدي بعد العيد بطريقة صحيحة، حياة جديدة كلها تنظيم، كلها طاقة، كلها ايجابية. يلا بينا نبتدي. هبتدي معاكم باربع نصايح هنقولهم في الفيديو. النصايح دي باذن الله هتفرق معاكم وهتخليكم ترجعوا كده للمود بتاع النشاط اللي كان موجود قبل رمضان. طبعا اغلبنا بيجي علينا رمضان بيتلخبط مواعيد نومنا وبتلخبط مواعيد الصحيان بتاعتنا والحاجات اللي احنا كنا متعودين عليها بحكم الفتره اللي هي بتبقى في الصيام وبحكم التوقيت بتاع السحور. فاغلب الناس اللي هي يعني ما بيكونش ملتزمه بمواعيد شغل او كده، اللي هو اغلبنا اللي احنا بنشتغل من البيت وشغلنا كله من البيت، فبتكون مواعيدنا متلخبطه شويه في رمضان. وبيجي بعديها العيد طبعا برضه بيبقى فيه لخبطه في النوم وفي الاكل وفي كل حاجه. فهقول لكم على شويه نصايح نبتدي بيها ان شاء الله وتظبط معانا يومنا وتظبط معانا شغلنا والانتاجيه بتاعتنا. اول حاجه اتكلم معاكم فيها هي تغيير عادات النوم. احنا خلاص خلصنا بقى العيد خلاص وفوقنا، دلوقتي محتاجين كل اللي نعمله ان احنا نبتدي نصحى الفجر. مش قادره تصحي الفجر، يبقى حاولي تصحي الساعه 7 8 9، ما تكتريش عن كده، يعني تصحي قبل الظهر. حاولي تبداي يومك من بدري. طب في ناس هتقولي وانا هعمل ايه من بدري؟ في فرق شاسع ما بين ان انتي تصحي الصبح بدري وما بين ان انتي تصحي الظهر. الوقت بتاع الفجر ده من الفجر لحد الساعة 10 11 ده وقت مليان بركة ومليان طاقة، انتي تقدري تعملي فيها حاجات كتير قوي، ومليان ان انتي تقدري يعني تطوري نفسك فيه، تشتغلي فيه، تعملي فيه حاجات كتير قوي. وهقول لكم على افكار تعملوها في الوقت ده. بس اول حاجة احنا محتاجين ان احنا نبتدي نصحى بدري. مش لازم اليوم اللي انت هتبتدي فيه تصحي فيه بدري ده تكوني نايمه من بدري، ممكن يبقى صعب عليكي اول يوم تنامي فيه بدري عشان انت متعوده ان انت تسهري. فحاولي تنامي في الميعاد اللي انت متعوده عليه، ويكون اول وقت هتصحي فيه هو وقت الفجر. تظبطي منبهك كده وتصحي الفجر. واليوم ده هيبقى صعب شويه وهتبقي مدروخه. بعد كده كل يوم لو ظبطتي نفسك في نفس الميعاد اللي انت هتقومي فيه، هتبتدي بعد كده مواعيدك تتظبط، وهتبتدي ان انت خلاص تتعودي ان انت بتصحي في الوقت ده. في ناس هتقولي انا مش بحب اصحى بدري، انا بحب اسهر بالليل، انا بعمل شغل اكتر بالليل. هقولك لو جربتي ان انت تصحي الفجر والتزمتي بالعادة دي 3 شهور، صدقيني هتفرق في حياتك جدا. هتلاقي نفسك بتنتجي اكتر، بتتطوري اكتر، بتتعلمي اكتر، هتلاقي نفسك اختلفتي جدا، وهتلاقي نفسك كل فترة بتحاولي تحطي اهداف لنفسك جديدة تساعدك ان انتي تنتجي اكتر وتكوني افضل في مجالك وتكوني افضل في صحتك وتكوني افضل في شخصيتك، كل حاجة. فحاولي على قد ما تقدري ان انتي تصحي بدري، وممكن تاخديها بالتدريج، مش لازم في الاول خالص تصحي على طول الفجر. ممكن الاول تاخدي ان انتي مثلا تدريج تصحي الساعة 10، بعد كده الاسبوع اللي بعده تصحي 9، بعد كده الاسبوع اللي بعده تصحي 8، لحد ما توصلي ان انتي بتصحي الفجر. وفي ناس زيي بحب ان انا ابتدي على طول والتغيير يبدأ معايا مرة واحدة. مش بعرف ان انا مثلا اخدها بالتدريج كده، بحس ان انا لا في النص هاجي وههنج مش هكمل. فكل واحد حسب
ما بيحب ان هو يعمل مع نفسه ايه. في ناس بتحب تاخد الموضوع بالتدريج، وفي ناس بتحب تاخد الموضوع مرة واحدة. تمام. تاني نصيحة هنعملها ان احنا هنبتدي نظبط بقى الجزء بتاع صحتنا. هنعمل فيه ايه؟ اول حاجة نوزع بقى الكحك والبسكوت، كفاية كده كلنا كتير خلاص بقى مش عايزينهم. طب مش عايزينهم ليه؟ الكحك والبسكوت او اي اكل دسم عموما هيخلينا ان احنا نحس ان احنا تقال ومش قادرين نتحرك ومش قادرين نشتغل، وعندنا كده تخمة وعندنا تقل كده، مش قادرين نعمل اي حاجة. فكفايه قوي كده كلنا خلاص، يعني العيد وما بعد العيد عدى خلاص، كفايه نوزعهم بقى ونبتدي نحاول نظبط اكلنا شويه، نحاول ناكل اكل صحي، نكتر من الخضروات والفواكه والبروتين والاكل المفيد اللي هيدينا طاقه ومش هياخد طاقتنا ومش هيسحبها. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط اكلنا على اي نظام انتي عاملاه، حتى لو مش ماشيه على اي نظام، بس تحاولي تظبطي الاكل اللي فيه الخضروات والفواكه والبروتين، علشان ده الاكل المفيد لجسمك وده اللي هيديكي طاقه، مش هياخد منك طاقه. تمام. تاني حاجه نعملها في موضوع ان احنا نظبط صحتنا ده، ان احنا نلعب رياضه. زي ما قلت لكم قبل كده، الرياضه دي ممكن تكون على كذا شكل. ممكن تكوني هتمشي، ممكن تكوني هتجري كده جوه البيت في مكانك، ممكن تلعبي رياضه على قد ما تقدري جوه بيتك. ويا سلام لو تقدري تروحي جيم يبقى حلو جدا، علشان يبقى عندك حماس اكتر ويكون في مجموعه حواليكي بتشجعك وبتساعدك، فده هيكون كويس. ما قدرتيش تعملي الحل بتاع الجيم، يبقى ممكن تلعبي في البيت، او زي ما قلت لكم على الاقل يبقى كل يوم في نص ساعة تمشية، جري في البيت، اي حاجة انت تقدري تعمليها او اي حاجة انت تفضليها. المهم يكون في حركة وفي نشاط بتعمليه، ما يبقاش طول الوقت انت قاعدة، لان ده هيخليكي عندك كسل طول الوقت ومش قادرة ان انت تعملي اي حاجة، ولا قادرة ان انت حتى تفكري هتشتغلي او تنتجي او تعملي اي حاجة، مش هتقدري خالص. فالحل ان احنا لو ظبطنا اكلنا زي ما قلت في الاول وظبطنا الرياضة، الموضوع ده هيفرق معانا جدا في انتاجيتنا، هيفرق في نفسيتنا، هيفرق في نشاطنا وطاقتنا، لان اغلبنا خارج من العيد عنده كسل وعنده خمول بسبب لخبطة الاكل ولخبطة النوم. تالت نصيحة معايا، وهي هنتكلم بقى وندخل في الشغل. نحدد الشهر ده هنعمل مشروع 2 3، اكون محددة كده، ويا سلام لو اكتبه على ورقة ايه الشغل اللي انا ناوية اعمله الشهر ده، وايه المشاريع اللي انا ناوية اخلصها الشهر ده. لو عندي مشاريع من قبل كده يا ريت نحاول نخلصها ونفضي دماغنا كده، عشان طول ما انت عندك مشاريع متأجلة بتفضل زي ما يكون كده ملفات مفتوحة جوه مخك على طول شغالة ودايرة واخدة من طاقتك. فحاولي ان انت لو عندك شغل متأجل تخلصيه الاول، وبعد كده تبتدي في الشغل الجديد. فدايما تحددي في بداية كل شهر ايه المشاريع اللي انت ناوية تعمليها، ايه الشغل اللي انت ناوية تخلصيه، علشان تكوني محددة وتكوني عارفة انت رايحة كل يوم هتبتدي في ايه وهتعملي ايه. ما يبقاش ده بياخد منك وقت ان انت كل يوم بتفكري هتشتغلي ايه النهاردة او هتعملي ايه او هتنتجي في ايه بالظبط. ده هيفرق معاكي جدا برضو في طاقتك وهيفرق معاكي في وقتك. فحاولوا ان انتوا تظبطوا الموضوع ده، وزي ما قلت لكم تخلصوا الشغل القديم لو في شغل قديم عندكم متراكم تعملوه. رابع نصيحة واخر نصيحة معايا هو نموك الذاتي او تطورك الذاتي. يعني ايه؟ يعني اشوف كده حاجة احاول اطور بيها نفسي جنب شغلي، ما يبقاش شغلي بس هو اللي واخد وقتي كله وما بعملش اي حاجة تانية غير ان انا بشتغل وبشوف شغل بيتي او دراستي او كده، ومش بحاول اطور نفسي. طب اطور نفسي ازاي؟ ممكن يكون عن طريق كتاب بقراه مثلا كل شهر، مثلا يكون يعني الكتاب ده تكوني محددة ان انت هتخلصيه الشهر ده، ولو تقدري تخلصي اكتر يبقى حلو جدا، هتستفيدي وهيفرق معاكي جدا. ممكن يكون عن طريق مثلا سماع بودكاست او اي حاجة هتفرق معاكي او هتزيد وعيك او هتغير في طريقة تفكيرك او هتفيدك في اي مجال انت عايزاه. ممكن يكون عن طريق كورس مثلا ناوية ان انت تخشي وتتعلميه وتدخلي المهارة لنفسك جديدة. ممكن يكون حاجة هتتعلميها برضو جنب شغلك او في شغلك على حسب ما انت عايزة. المهم يكون في عندك حاجة جديدة كل شهر انت بتدخليها وتطوري بيها نفسك. اوعي تسيبي نفسك لمجرد ان انت بس بتشتغلي كروشيه وما بتعمليش اي حاجة تانية. الكروشيه بيفرق معاكي وبتتغيري وبتتعلمي من خلاله حاجات كتير، بس لازم يبقى عندك مهارات تانية بتساعدك. لو بتقرأي هيفرق معاكي في شخصيتك وهيفرق معاكي في ان انت يبقى عندك معلومات اكتر ومدارك مخك بتوسع اكتر. لو انت مثلا ناوية ان انت تسمعي بودكاست نفس الكلام، يعني ممكن نسمع حتى كتب مقروءة. لو انت حاسة ان انت لا عندك شغل كتير ومفيش وقت ان انت تسيبي الشغل ده وتقعدي تقرأي في كتاب، ممكن تسمعي الكتب المقروءة لو حد بيحب كده، او تسمعي بودكاست بيكون فيها معلومات مفيدة برضو وحاجات
تفيدك حسب المجال اللي انت عايزة تسمعي فيه، او زي ما قلنا كورس مثلا تاخديه لغة، او اي كورس انت عايزة تدخليه ليكي تتعلمي فيه حاجة جديدة او مهارة جديدة، ده هيفرق جدا جدا معاكي. يبقى 4 نصايح قلناهم. اول نصيحة نظبط نومنا ونصحى من الفجر. تاني نصيحة ان احنا نبتدي نظبط عاداتنا بقى، ونظبط اكلنا ورياضتنا، ونحاول ندخلهم في حياتنا كده الرياضة كل يوم، حتى لو 10 دقايق ربع ساعة. نظبط اكلنا زي ما قلنا، ونقلل بقى السكريات والنشويات اللي هي بتسحب طاقتنا وتخلينا عندنا كسل وخمول. وما ننساش نوزع كحك العيد زي ما قلت لكم، بلاش بقى خلاص كفايه كحك وبسكوت. تالت حاجة ان احنا نظبط كده جدول لينا يكون محدد الاهداف. انا عندي شغل ايه الشهر ده هيخلص اخلصه، مشاريع معينة اخلصها، شغل قديم احاول ان انا اخلصه الاول. ورابع نصيحة واخر نصيحة هي ان احنا نحاول نطور نفسنا، ويكون عندنا كده كل يوم في جزء من اليوم على قد ما تقدري. الجزء ده يكون ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، بتطوري نفسك، بتقري في كتاب، بتسمعي بودكاست، بتتعلمي في كورس، تعملي اي حاجة جديدة جنب شغلك. بكده اكون خلصت نصايح النهاردة، ويا رب يكون الفيديو فرق معاكم واداكم شوية حماس وطاقة ان احنا نبدأ كده بعد العيد ونظبط افكارنا ونظبط يومنا ونكون احسن وافضل باذن الله. وقولولي كده ايه اكتر نصيحة فرقت معاكم النهاردة. شكرا لمتابعتكم معايا.